عقلوا على هذا الاسم هذا، زيد. زيد بن عمرو بن نفيل. هذا زيد بن عمرو بن نفيل هو الوحيد اللي كان كيعرف الله وكيعرف العبادة اللي خصها تكون لله عز وجل، ولكن ما عرفش الطريقة ديال العبادة. كان كيجي عند قريش في وسط مكة كيقول لهم: يا قوم والله ما بقي أحد يعرف الله غيري، المعرفة الحقة. والله كيقول لهم: ما أرى هذه الأصنام وهذه العبادة اللي كديروها الأصنام وهذه الشركيات إلا ضلال، إلا ضلالا وجهالة. وكان يرفع يديه إلى السماء بكل خشوع ويقول: يا رب يا رب، والله لو كنت أعلم طريقة أعبدك بها لفعلت، أو لو علمت يا ربي كيف أعبدك، أو أي وجه، لو علمت الوجه الذي يرضيك والوجه الذي أعبدك عليه لفعلت. وتوقف، ما بقى يعبد ويخترع من عند راسه. أرى لهذم اللي جاتهم الرسالة وجاهم القرآن والعلماء كيعلموه وكل شيء، ومع ذلك كل واحد كيفاش كيعبد الله على الوجهة ديالو والهوى ديالو، بالبدع والشطيح والرديح وما إلى ذلك، والطواف بالقبور والطواف بالأضرحة، وخاصة إلى شتي يعني ما يسمون أنفسهم طلبة علم كذا يدورون بضريح امرأة أو ببعض الأضرحة ويتلمس البركة ديالها ويدعو من أجل أن تستجيب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يتمعر وجوه هؤلاء؟ ألا يستحي هؤلاء أن هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، إلا قرأوا التاريخ وقرأوا السيرة غادي يلقاوه أنه توقف وكيدعو الله تعالى كيفاش يعبدوا، وهادم عندهم رسالة وعندهم نصوص وعندهم قرآن وعندهم علماء وعندهم فقه، ومع ذلك يعبدون الله بالبدع وبالضلالات. فخصكم تعرفوا أن أي واحد يحدث في دين الله في حدث ما ليس منه فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الحديث. ربما يجيش واحد يتفلسف يقول لك: لا أنا لقيت الأجداد ديالي والشيوخ ديالي والطريقة وكذا، غادي نقول له: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أيضا حديث صحيح. فإذا اللي كيدير هذا الشيء عنده غير الإثم. الله يهدي الجميع. والإنسان إلا كان يعبد بعلم ولا ما يعبدش كاع. اللي أوراه الاستغفار باش تستغفر الله خصك تتعلم. قلنا أول ما نزل اقرأ، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان اللي كيعبد الله بجهل راه كيضيع راسو، كيضيع الوقت ديالو. اعبد بعلم وخدم العقل ديالك وخدم الجوارح ديالك وتأمل وتفكر. الله تعالى مدح الذين يخدمون ويعملون عقولهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون ويسيحون، ولكن بالقياس. خصك تعرف فين تسيح. تدخل في المنطق وفي الفلسفة وفي الشبه تضل. كاين شي اسئله الا بقيتي كتسولهم صافي تفرتك، تخرمز، تولي بحال هادو اللي كيقول لك عندي ما كاين لا اله لا والو، كاين لا محمد لا حتى شي حاجه، وتولي المشكل يولي عندك الجهل المركب، وتولي متمسك به ومتيقن وتقول انك انت العالم وانت كذا وانت كذا. ذلك يرد الانسان البال، يتفكر في مخلوقات الله عز وجل ولا يتفكر في ذات الله تعالى، أو في الأوامر التي أمرها الله عز وجل التي ليس لها معنى ولا يستطيع أن يعرفها ولها حكم. احنا الإنسان لا يعرف ذلك إلا العلماء، أو يتوقف. الله يوفقنا.